24 سنة وأني أقدم كل ما ينفتح التعيين وما يطلع اسمي. سنة من السنين 2008 طلع اسمي لكن أخذوه، قالوا انباع اسمك يعني. فلذلك يعني أنا جيت اليوم أطالب بحقي بالتعيين. يعني ليش ما أتعين إذا أني خريجة قديمة ومن العشرة الأوائل والثاني على قسمي؟ حتى من فتحوا التعيين على العشرة الأوائل يتعينوا، ورحت قدمت يقولون 2002 ما مطلوبين، من 2003 بدينا التعيين. تخيل على سنة قلت ما يصير استثناء، قالوا لا ما يصير استثناء. 92 قسم أنظمة حاسبات، ما جت لي فرصة. إذا هي مستولى عليها ابن عمك وابن خالك يعني حتى المخرج متعين بأحلى منصب. بقينا احنا نشوف هذا القرار إن شاء الله بركة الله. والله نطلب التشريع بقانون ومريد هاي القانون مال المفاضلة وعلى حسب النقاط، لأن هو هذا القانون راح يظلمنا، يظلم شريحة ال 92. هسه احنا على هذا القانون مال 92، إذا هسه اندرج قانون التقاعد لخدمته 15 سنة، زين أنا صار لي خريج 15 سنة يحق لي هسه التقاعد، ما دا أقدم على درجة وظيفية، صح ولا لا؟ زين تروح للشركات الأهلية، الشركات الأهلية الأعمال الحرة أحسن منها، يذلك يلا ينطق وتظل تراوح بمكانك، لا أنت مسوي نفسك ولا أنت مقدم شيء لبلدك. 1984 خرج 2007 معهد تقني. والله تدري السبب الرئيسي هو اللي ما تعيننا احنا، سببه هو المحاصصة. تدري الحزب من يسيطر على فد وزارة، فراش ما يقدر يتعين بها بعد إلا عن طريق الحزب. وأنا اليوم خريج صار لي 20 سنة. زين نتأمل من البرلمان ومن رئيس الوزراء الجديد إن يشرع لنا قانون. احنا ما يفيدنا غير يشرع لنا قانون، يعني احنا غير القانون ما يفيدنا، لأنه أنا بالنسبة لي يعني 84 يجوز أنا ألحق على 15 سنة، بس اكو غيري هسه 82 و80 و78 ما يلحق يطلع، يعني حتى على التقاعد ما يحصل. فنتأمل من عندهم خير، يعني النواب ورؤساء كتل هواي واعدونا، واحنا بعد يم الله ويمهم. 13 سنة ماكو لا تعيين لا يلا وكيلك، طالعين بركة الله عسى ولعله ينصفونا بهاي القرارات الجديدة مالتهم. ما هي كلها محسوبية واسطات وهاي، والله احنا كل ما نقدم ما يطلع، كل ما نقدم ما يطلع. تخرج 2020 صار لي 6 سنوات. شغل تعبان وتعيينات ماكو، وكل من يلزم قرايبه تعال عينه، وظالين هاي حال الناس الفقراء. وين نروح؟ هاي تقتل شمس حاره ماكو تعيينات، هاي سنة على سنة تعيين وكذب كل شيء ماكو.